بعد فقدان الصدارة أنا عندي سؤالين، سؤال للشناوي وسؤال لطاهر محمد طاهر. سؤال للشناوي، يعني إيه حارس يبقى طوله هنا متر 95 ويجي هنا لاعب ما يكملش طوله متر ونص ويطلع على الكورة ويخطفها منك؟ طب أنت طولك ده بتعمل بيه إيه؟ سؤال تاني برضو للشناوي، يعني إيه برضو يكون طولك ما يقارب المترين وكورة هنا تتشاط يمينك أو شمالك فتترمي عليها بجسمك كله وما تجيبهاش؟ ليه؟ هو عرض هنا المرمى قد إيه؟ ده أنت لو فردت إيدك يمين وشمال أصلا هتقفل الجون. فالنهارده لما لاعب هنا ما يكملش طوله متر ونص مع احترامي للاعب ويطلع هنا ياخد الكرة منك، لا دي بعيبه في حقك لما احنا بنقول عليك ان انت افضل حارس في افريقيا. طب طولك ده انت بتستخدمه في ايه؟ ده سؤال. السؤال التاني لطاهر محمد طاهر، انا ذنبي ايه كمشجع للنادي الاهلي اقعد هنا 56 دقيقه بتفرج على طاهر محمد طاهر؟ طاهر محمد طاهر اداني احساس خلاص ان انا دلوقتي بقيت بقيم المدرب على اساس طاهر محمد طاهر. لو طاهر محمد طاهر هيشارك يبقى انا خلاص في حسباني ان المدرب ده ملوش لازمه. لو طاهر محمد طاهر راكن على الدكه، لا يبقى كده المدرب ده بيفهم. مع ان دي نظريه غلط، ولكن طاهر محمد طاهر اداني النظريه دي وللاسف هنا رسخها جوايا. طاهر محمد طاهر بيعمل ايه في الملعب؟ طاهر محمد طاهر عيب يبقى جناح من اجنحه النادي الاهلي. لما يكون هنا جناح النادي الاهلي في خلال هنا 3 4 مواسم او 5 مواسم كمان ما يكملش 20 جون و20 مساهمه اللي هو اسيست، ده عيب هنا في حق النادي الاهلي برضه. انت بتجيب لاعب كواليتي، بتجيب لاعب هنا يكون فارق معاك. فوجود طاهر محمد طاهر هنا في النادي الاهلي ما هو الا لغز كبير. طاهر محمد طاهر النهارده انا كنت مسميه ان هو فاسد الهجمات. كل ما هجمه تيجي على النادي الاهلي تعرف ان هي هتبوظ نهائيا. تعرف اول ما توصل لطاهر محمد طاهر اعرف ان الكره دي هتنتهي. فطاهر محمد طاهر حرفيا وجوده مؤذي للعين.